أهلا بيكم. النهاردة بنغوص أكتر في نقاش لفت نظري بعنوان 5 طرق ذكية للثراء. الفكرة مش بس نقول ال5 طرق دول، لا، عايزين نفهم التفكير وراهم وإزاي ممكن يغيروا نظرتنا للفلوس والاستقلال المالي. هنطلع بأفكار عملية كده ومفيدة. بالظبط كده. هو الأهم من الخطوات نفسها زي ما بنقول هو فهم المايند سيت، طريقة التفكير اللي ورا الكلام ده. دي مش مجرد نصايح مالية وخلاص، لأ، دي أقرب لمنهج حياة، طريقة تشوف بيها الدنيا المالية، وده ممكن يفرق فعلا في قرارات الواحد اليومية. جميل. طيب، أول فكرة كانت واضحة جدا في النقاش ده: ما تعتمدش على مصدر دخل واحد. طبعا دي بنسمعها كتير، بس عجبتني حتة ربطها بفكرة الفلوس بتحب التنوع، كأن التنوع ده بيجذب الفلوس. الأمثلة كانت كتير: شغل حر، مشاريع جانبية، منتجات رقمية كمان. آه، والنقطة دي كمان أعمق من فكرة زود دخلك وبس. هو التركيز هنا كمان على إدارة المخاطر. يعني المصدر بيعتبر تنويع الدخل ده زي بليص التأمين كده. لو مصدر وقف يبقى فيه غيره. دي بتدي مرونة مهمة قوي. فعلا، فكرة المرونة دي أساسية. طيب، لو الواحد دخله تنوع، الفلوس الزيادة دي تروح فين؟ ده بقى ياخدنا للنقطة التانية اللي صياغتها كمان لفتة قوي: استثمر في مخك قبل جيبك. المصدر هنا بيأكد إن الأصل الحقيقي هو المعرفة والمهارة. العبارة كانت قوية: مخك أهم من محفظتك. تماما. لأن المعرفة والمهارات دي أصول قيمتها بتزيد ومش بتتأثر قوي بتقلبات السوق زي الحاجات التانية. يعني لما تتعلم مهارة جديدة أو تفهم مجال معين بعمق، ده بيبني أساس قوي لقدام. الفلوس ممكن تروح وتيجي، لكن اللي في دماغك ده بيفضل معاك وبيفتح فرص جديدة. مظبوط. طيب، إزاي نوازن بين ده وبين المصاريف؟ هنا تيجي النقطة التالتة اللي حسيت إنها حجر زاوية: عيش تحت إمكانياتك. الفكرة مش بس ما تتصرفش أكتر من اللي معاك، لا، المصدر بيقول اتعمد تصرف أقل عشان تخلق الفائض ده. كان في مقارنة مع الإنفاق المظهري اللي بيوقع ناس كتير. بالظبط. النقطة دي بتوضح إن بناء الثروة ده لعبة طويلة الأمد، أساسها الانضباط. التحكم في المصاريف ده مش حرمان، قد ما هو قرار استراتيجي. الفلوس اللي بتوفرها دي هي الوقود للاستثمار، حتى لو مبالغ صغيرة. بالتراكم والفايدة المركبة، هي دي اللي بتعمل الفرق الكبير، مش لازم دخل خرافي يعني. كلام جميل. الربط ده مهم بين الإنفاق والاستثمار، بس يمكن الحذر الزيادة يخلي الواحد يفوت فرص. النقطة الرابعة بقى بتعالج الحتة دي: اتحرك بسرعة بس اصبر على النتيجة. التوازن ده اللي هو ما تترددش قوي وفي نفس الوقت ما تستعجلش النتائج. التوازن ده صعب، بس هو ده الصح. الخوف من الفشل أو انتظار اللحظة المثالية ممكن يضيع فرص ما بتتكررش. المصدر بيشجع إنك تبدأ وتتعلم وإنت ماشي. خد خطوات صغيرة، جرب وظبط، لكن في المقابل لازم صبر. أي حاجة ليها قيمة بتاخد وقت ومجهود عشان تتبني. الاستعجال ممكن يهد كل حاجة. فعلا، شجاعة محسوبة وصبر لهدف. وده ياخدنا لآخر نقطة اللي حسيت إنها تربط كله ببعضه بشكل إنساني قوي: ابني علاقات، مش بس حسامات. الجملة اللي علقت معايا قوي: أوقات شخص واحد يفتح لك باب يغير حياتك. ودي نقطة ممكن تكون أهمهم ومش دايما بتاخد حقها في كلام الفلوس. المصدر هنا بيقول إن العلاقات دي رأس مال اجتماعي. شبكة علاقاتك القوية دي مصدر دعم، معلومات، فرص. ممكن معلومة من حد تثق فيه توفر عليك تعب كتير، أو فرصة شغل ما تكونش هتوصل لها لوحدك. الاستثمار في علاقات حقيقية ده مهم قوي. ممتاز. يبقى لو لخصنا بسرعة كده رحلتنا: نوع دخلك، استثمر في عقلك ومهاراتك، عيش بأقل من إمكانياتك عشان توفر للاستثمار، اتحرك بسرعة بس اصبر على النتائج، ومهم جدا تبني علاقات قوية. تمام. ونقطة أخيرة ممكن نسيبها كده للتفكير. كل النقاط دي لو لاحظنا هي في جوهرها تغيير في طريقة التفكير والسلوك، يعني مايند سيت شيفت. طيب نتخيل كده لو حد ركز بجد وبشكل مستمر إنه يطبق مبدأ واحد بس من ال5 دول لمدة سنة مثلا، تفتكر إيه التغيير اللي ممكن يحصل في حياته المالية؟ سؤال حلو للتفكير.